من اكتر الوصفات المنتشره حاليا وهي طريقه عمل الايس كريم اللي ظاهره قدامكم دي، وبصراحه الطريقه سهله جدا، عشان كده اتحمست وقلت ليه ما نجربهاش ونشوف الطعم عامل ازاي. فتحمسوا معايا ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنقول بسم الله، وفي الخلاط او الكبه هنضيف حوالي كوبايتين من اي نوع فاكهه سواء موز او فراوله او توت، وهنضيف كوبايه من السكر البودره ونقدر نتحكم في الكميه حسب الرغبه، وهنضيف كوبايه زبادي، معلقه صغيره فانيليا، ربع كوبايه حليب بودره، نص كوبايه كريم شانتيه اللي هو حوالي كيسين. ودلوقتي هنقول بسم الله ونشغل الخلاط. وبعد ما ننعمه كويس في الخلاط ويوصل معانا لنفس القوام الجميل ده، وفي اي حاجه متوفره عندنا هنصب فيها الخليط. ودلوقتي هنغطيه وندخله الفريزر اقل حاجه 4 ساعات. وهجرب اعمله كمان بنفس المقادير لكن بالموز. وممكن نضيف لون طعام اصفر اختياري. وبعد مرور حوالي 4 ساعات في الفريزر كده الايس كريم اصبح جاهز على الاكل. وكده كل اللي عليك تقول بسم الله وتبدا تاكل. بسم الله. انا عايز اقول لكم مبدئيا كده ان الطعم باختصار اكنكم بالظبط بتاكلوا ايس كريم بطعم الزبادو، وبصراحه طعمه حلو جدا، وكمان القوام بتاعه كريمي وتحس انك بتاكل ايس كريم طبيعي. يعني من الاخر سواء جربت طعم الموز او بطعم الفراوله اكيد ان شاء الله هيعجبكم. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.